اتمنى تعملوا اشتراك في القناه بتاعتي الاولانيه. ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة. قصتنا بتكون في ولاية ميزوري في أمريكا، بنكون مع بنت عندها 17 سنة اسمها فيرونيكا، واللي بتعمل اختبار الحمل في حمامات المدرسة، وبيطلع الاختبار إيجابي. بسبب ده بتتنرفز قوي وبيقع منها الاختبار، وبتكون بيلي الإكس فريند بتاعت فيرونيكا في الحمام بالصدفة، وبتاخد الاختبار بتاع فيرونيكا. فيرونيكا بتحاول تاخده منها، لكن بتدخل عليهم بنت من زمايلهم في المدرسة، فبتخرج فيرونيكا من الحمام عشان خايفة لحسن بيلي تفضحها. بعد شوية فيرونيكا بتقابل بيلي وبتطمنها انها مش هتفضحها عشان خاطر علاقة الصداقة اللي كانت ما بينهم، وهي عاوزة ترجع تكون صاحبتها، وبتعرض عليها تساعدها. بس فيرونيكا ما بتهتمش بالكلام اللي بيلي بتقوله، وكل همها تعرف الاختبار فين. بيلي بتعرفها انها رمت الاختبار في الزبالة. فيرونيكا بترجع على البيت وبتدخل على النت عشان تدور على عيادات بتعمل عمليات تنزيل الاطفال للبنات اللي اقل من 18 سنة، وبتوصل لمكان عيادة في ولاية نيو مكسيكو البعيدة قوي عن فيرونيكا. فيرونيكا بتتصل بالعيادة وبتتأكد منهم انهم بيعملوا العمليات دي من غير ما يعرفوا اهل البنت اللي هتعمل العملية. بعدها بتحسب المسافة والوقت اللي هتحتاجه للرحلة، وبتشوف معاها فلوس قد ايه عشان المصاريف. الفلوس اللي مع فيرونيكا مش هتكفي تكاليف الرحلة والعملية، وبكده هي محتاجة حد يساعدها. بعدها فيرونيكا بتجهز شنطتها وبتقول لمامتها انها هتروح تقعد عند ايميلي صاحبتها 3 ايام. ولما بتروح على بيت ايميلي بتلاقي كايلي وهانا موجودين، وقبل ما تحكي لهم عن المشكلة بتاعتها بتلاقيهم بيحكوا لها على لغز اختبار الحمل اللي لقاه عامل النظافة بتاع المدرسة، ونزل صورته على الموقع بتاع المدرسة، وطلبة المدرسة كلها عاوزين يعرفوا الاختبار ده بتاع مين. صحبات فيرونيكا بيكونوا مستغربين ان في طالبة تعمل اختبار الحمل في المدرسة، وعاوزين يعرفوا مين البنت دي بأي طريقة. بعد اللي حصل ده فيرونيكا ما بتحكيش حاجة لصاحبتها، وبتكلم صاحبها كيفن وبتطلب تقابله. كيفن لما بيعرف اللي حصل بيعتذر جامد لفيرونيكا لانه هو سبب في الحمل، وبيعرض عليها الجواز قدام الكل. فيرونيكا ما بيعجبهاش فكرة الجواز لانها عاوزة تتخلص من الطفل، بس بتاخد خاتم الجواز من كيفن وبتقول له انها هترد عليه بعد 3 ايام. فيرونيكا بتكون محتارة قوي ومش عارفة تعمل ايه، ومش لاقي حد من اصحابها ممكن يقدر يساعدها، بس بتيجي في بالها صاحبتها بيلي، فبتروح لها على البيت بسرعة. بيلي بتستغرب لما بتشوف فيرونيكا، لكن فيرونيكا بتحكي لها على اللي هي عاوزة تعمله، وبتطلب منها تروح معاها على العيادة اللي هتعمل فيها العملية. بتوريها الخريطة وبتفهمها التفاصيل بتاعة الرحلة. بيلي بتطلع بنت جدعة بتقرر انها تساعد صاحبتها، خصوصا ان باباها موجود في ولاية نيو مكسيكو ممكن يساعده، وبتاخدها بالعربية بتاعتها وبيبدأوا الرحلة. اول حاجة بتعملها فيرونيكا هي انها بتروح تبيع الخاتم بتاع كيفن عشان تكمل على الفلوس اللي معاها تقدر تدفع تكاليف العملية. بس بتتفاجئ ان كيفن دخل عليها المحل، وبتعرف انه مراقبها ومش قادر يستنى ال3 ايام، وعاوزة ترد عليه دلوقتي حالا. وبيستغرب كيفن لما بيعرف انها عاوزة تبيع الخاتم. فيرونيكا بتعرفه انها تبيع الخاتم عشان تعمل عملية وتنزل الطفل، لكن كيفن بيحاول يقنعها تحافظ على الطفل وتكمل حياتها معاه. ولما بيلاقي فيرونيكا مصممة على اللي في دماغها بيروح على صاحبة المحل عشان ياخد منها الخاتم، بس بيلاقيها رفعت البندقية بتاعتها في وشه، وبياخد تليفونه وبيمشي. بعدها فيرونيكا بتاخد فلوس الخاتم وبتروح تكمل رحلتها. بيروحوا على سوبر ماركت عشان يشتروا شوية حاجات، لكن فيرونيكا بتلاقي بيلي اشترت حاجات كتير قوي، وبتفهمها انهم لازم يتحكموا شوية في المصاريف والا الميزانية هتبوظ منها. بعد كده بيوصلوا المكان هيباتوا فيه. بيلي بتكون عاوزة تتكلم مع فيرونيكا، بس فيرونيكا بترفض وبتفهمها انهم هيناموا 4 ساعات بس، بعدها يكملوا الرحلة بتاعتهم عشان يقدروا يوصلوا في ميعادهم. وبالرغم من كل ده فيرونيكا وبيلي بيصحوا متأخر برضه. فيرونيكا بتستعجل بيلي وما بتخليهاش تفطر. بيلي وهي سايقة العربية بتلاقي عربية شرطة ماشية وراهم، فبتخاف وبتغير الطريق بتاعهم بسرعة. لما فيرونيكا بتسألها هي ليه عملت كده بتقول لها انها جعانة وعايزة تاكل. بس اول ما بيدخلوا المطعم بيلاقوا شاب اسمه جارود بيحاول يتكلم معاهم وبيعرض عليهم مساعدته عشان يوصلهم المكان اللي هم رايحينه، لكن بيلي بترفض منه اي مساعدة. بعد شوية فيرونيكا بتتفاجئ ان في ضابط بوليس واقفين حوالين العربية بتاعت بيلي. بتعرف من بيلي ان العربية دي بتاعت جوز مامتها وهي سرقتها منه. ضابط البوليس بيدخلهم المطعم عشان يدوروا على اللي سرق العربية، وفيرونيكا وبيلي بيخافوا قوي. فجأة جارولد بيقف على الترابيزة بيتكلم بصوت عالي عشان يشد انتباه البوليس، بيخلي فيرونيكا وبيلي يهربوا من باب المطبخ. بيلي بتكون زعلانة قوي من نفسها، تعتذر لفيرونيكا وبتلوم نفسها على اللي حصل لانها شايفة نفسها انسانة مش مسؤولة محدش يقدر يعتمد عليها، وبتكون عاوزة ترجع للبوليس عشان تسلم نفسها وتاخد جزائها على سرقة العربية. بس فيرونيكا تقدر تقنعها انها انسانة يعتمد عليها، واكبر دليل على كده انه ممكن يكملوا الرحلة بتاعتهم سوا حتى لو مفيش معاهم عربية، وهي هتكون ساعدت فيرونيكا في حل مشكلتها، وبكده هتكتشف انها انسانة مسؤولة وتقدر تساعد الناس في حل مشاكلهم. فجأة بيلاقوا جارولد وصل بعربيته مع اصحاب. فيرونيكا بتشكره على اللي عمله معاهم وبتطلب منه يوصلهم لاقرب محطة اتوبيس عشان يكملوا رحلتهم لولاية نيو مكسيكو. جارولد بيقول لهم انه صعب يلاقوا اتوبيسات في الوقت ده، بس بيعرفهم انه عنده حد من معارفه ممكن يوصلهم للمكان اللي هم عاوزينه وبسرعة كمان، وبياخدهم وبيروحوا على حلبة سباق عربيات علشان
كيرا صاحبته مشاركة فيه. بيلي بتندمج مع الموضوع وبتشجع كيرا مع انها ما تعرفهاش اصلا. اما فيرونيكا بتكون واقفة لوحدها. السباق بيخلص وكيرا اللي بتكسب وبتروح لجارولت اللي بيعرفها على فيرونيكا وبيلي وبيحكي لها على اللي حصل معاهم. كيرا بتوافق على انها توصلهم بس بتطلب منهم يستنوها في الملاهي اللي جنبهم لحد ما تغير هدومها وترجع. فيرونيكا ما بتكونش مرتاحة لكيرا خصوصا لما عرفت انها بتشارك في عمليات تهريب كتيرة وحاسة انها ممكن يحصل معاهم مشكلة في الطريق. تتكلم مع بيلي عن ميعاد العملية والوقت اللي فاضل له وبيتناقشوا عشان يشوفوا هيوصلوا لنيو مكسيكو ازاي. بس فجأة بيلاقوا واحد اسمه بيتر ومراته ريبيكا بيعرفوهم بنفسهم وبيقولوا لهم انهم سمعوهم هم بيتكلموا وبيعرضوا عليهم يوصلوهم لولاية نيو مكسيكو لان هم رايحين اصلا على هناك. بس فيرونيكا بتعرفهم انها مش معاها اي فلوس تدفعها عليهم لكن بيتر بيعرفها انه مش عاوز منها اي فلوس وانه هيساعدها هو ومراته عشان هم اتعاطفوا معاهم لما حسوا انهم لوحديهم ومحتاجين مساعدة. فيرونيكا وبيلي بيكملوا رحلتهم مع بيتر ومراته وتاني يوم بيلاقوا نفسهم نايمين في العربية ولما بينزلوا منها بيكونوا قدام بيت شكله غريب فبيدخلوا البيت وبيعرفوا ان البيت ده بتاع بيتر ومراته مجهزة ليهم الفطار. فيرونيكا بتطلب من بيتر انهم يكملوا رحلتهم لان ما عندهمش وقت بس بيتر بيعرفها انه هيكملوا رحلتهم بعد الفطار. بيلي بتقوم عشان تروح الحمام وبيتر بيروح يجيب القهوة اللي نسيتها ريبيكا اللي بتتكلم مع فيرونيكا عن اضرار عملية الايجار. فيرونيكا بتستغرب من كلامها قوي بس وسط الكلام ريبيكا بتقع بلسانها. فيرونيكا بتعرف ان كيفن اتصل بيها وهي نايمة وريبيكا هي اللي ردت عليه واتكلمت مع كيفن وعرفت منه حكاية فيرونيكا. بيلي بتلف في البيت تعرف ان بيتر ومراته تبع جمعية خاصة ضد عملية تنزيل الاطفال وبتتفاجئ ان بيتر واقف وراها فبتصرخ جامد وبتجري منه وبتطلب من فيرونيكا تاخد مفاتيح العربية وبيركبوا بسرعة وبيهربوا منها بس بيلاقوا بيتر وراهم بالاتوبيس بتاعه وبيتكلم معاهم من مكبر الصوت وبينصح فيرونيكا انها ما تعملش العملية لانها ممكن ما تخلفش تاني. بس فيرونيكا بتعرفه ان اللي هو بيقوله ده كلام مش مظبوط لانها قرت كتير عن الموضوع ده وبتطلب من بيلي تزود سرعتها. لكن فيرونيكا وبيلي بيلاقوا نفسهم ماشيين وسط الصحراء وبيلاقوا منحدر كبير قدامهم فبيجيلهم فكرة ذكية وبيعملوا خدعة في بيتر وبيقدروا يهربوا منه. فيرونيكا وبيلي بيفضلوا ماشيين كتير في الصحراء بيكونوا تعبانين قوي وعطشانين بس اول ما بيشوفوا شريط السكة الحديد بترد فيهم الروح وبيجروا ناحيته وبيكون في قطر معدي وبيحاولوا يمسكوا فيه عشان يركبوه بس ما بيقدروش يعملوا كده لان القطر بيكون سريع. بعدها فيرونيكا بتكون محبطة قوي وبتفضل تكلم نفسها عشان هي زعلانة من اللي بيحصل لها لكن بيلي بتعرفها ان في محطة اتوبيس وراها وبيروحوا عليها بسرعة بس بيلاقوها فاضية وما فيهاش اي حد. فيرونيكا بتشوف مكتب تأجير عربيات ليموزين وبتخبط على الباب جامد لحد ما بيفتح لها صاحب المكتب اللي اسمه بوب واللي بيسألها مين اللي دلها على مكانه بس بتعرفوا ان هم تايهين في الطريق وعاوزاه يوصلهم لولاية نيو مكسيكو. بوب بيدخلهم المكتب وبيقفل عليهم وبيسألهم هم منين وعاوزين يروحوا نيو مكسيكو ليه. فيرونيكا بتحكي له حكايتها وبيتعاطف معاها قوي بيوافق انه يوصلها. وهم في الطريق صحابات فيرونيكا بيتصلوا بيها وبيعرفوها انهم عرفوا ان بيلي هي صاحبة اختبار الحمل عشان في حد شافها وهي بترميه في الزبالة وبيفضلوا يتكلموا عن بيلي بطريقة مش كويسة. فيرونيكا مش بتدافع عن بيلي خالص بالعكس دول بيلي لما بيسألوها عن اخلاق بيلي بما انها كانت صاحبتها بتقول لهم كلام وحش عليها برضه. بيلي بتسمع الكلام اللي بتقوله فيرونيكا عليها وبتزعل وتنزل من العربية. فيرونيكا بتروح وراها عشان تعتذر لها وانها عملت كده عشان تحافظ على نفسها من الفضيحة بس بيلي بتتخانق معاها وبتعرفها انها انسانة انانية وما بتفكرش غير في نفسها وبس وانها ما بتقدرش الحاجات الكويسة اللي بيلي عملتها معاها من اول الرحلة وبتفكرها انها الوحيدة اللي وافقت انها تساعدها وتقف جنبها وكان جزائها انها تغلط فيها مع صاحبتها وبتسيبها وبتمشي. فيرونيكا بترجع تكمل رحلتها لوحدها وبتكون زعلانة قوي من نفسها بس بتفتكر ان بيلي ممكن تكون عند باباها فبتطلب من بوب انه يروح على العنوان بتاعه وفعلا فيرونيكا بتلاقي بيلي مع باباها بس بتتفاجئ ان ابو بيلي مش مبسوط لانه شاف بيلي بنته اللي بقاله فترة ما بيسألش عنها بالعكس ده متضايق وعاوزاها تمشي. تعرفوا انه فعلا ما ينفعش يكون اب البنت زي بيلي وبتفضل تتكلم عن بيلي وعن صفاتها الجميلة. مش بس كده دي بتضربه صاعق الكهرباء تاخد بيلي وبتجري على العربية. فيرونيكا بتعتذر لبيلي وبتقول لها انها احسن صديقة ليها وبيوصلوا للعيادة وبوب بيودعهم وبيطلب منهم يخلوا بالهم من نفسهم. بس فيرونيكا بتتفاجئ ان كيفن مستنيها في العيادة بيحاول معاها لاخر مرة انه يمنعها تعمل العملية لكن فيرونيكا بتكون رافضة منه اي كلام خصوصا بعد ما اتكلم مع ريبيكا وعرفها القصة بتاعتها. كيفن بيهد بيلي انه هيفضحها في المدينة كلها وهيقول لكل الناس على حكاية اختبار الحمل وعملية الاجهاض. فيرونيكا بتعرفه انه ما يهمهاش ان الناس تعرف وبتطلب منه يعمل كده فعلا. كيفن بيستسلم وبيسيبها وبيمشي. بعد كده فيرونيكا بتعمل العملية وبعد ما بتخلصها بترجع لبيلي اللي بتكون مستنياها قدام العيادة. كل واحدة فيهم بتكلم مامتها عشان تطمنها عليها. فيرونيكا بترجع على البيت وبتحكي لمامتها على اللي حصل ومع ان مامتها بتكون زعلانة منها لانها خبت عليها بس بتاخدها في حضنها عشان هي مرت بتجربة وحشة قوي. في المدرسة فيرونيكا بتقابل صاحبتها وبتعرفهم ان هي صاحبة اختبار الحمل وبتحكي لهم على كل اللي حصل معاه وبتصعب عليهم قوي وبيسألوها مين اللي ساعدها في كل ده فبتقول لهم ان اللي ساعدتها هي افضل صديقة ليها وبتروح لبيلي. بس احنا كده وصلنا لنهاية الفيديو. يا رب يكون فيديو المرة دي عجبكم. السلام عليكم.